تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن الرز المعمر الحادق او برام الرز المعمر. هعمله معاكم بطريقه سهله جدا وبيبقى طعمه غني جدا كده، يعني كله لبن وقشطه. صدقوني ممكن يتاكل لوحده من غير اي حاجه جنبه. تعالوا بقى شوفوا انا عملته ازاي. عندي هنا الطاجن بكون قبلها مسخناه في الفرن شويه، بعد كده بنزل عليه بكوبايه من الرز المغسوله، الرز المصري طبعا، مغسوله ومتصفيه كويس جدا، وبنزل عليها بمعلقه كبيره من السمن البلدي او اي نوع سمن كويس، او لو زبده فلاحي. والطعم بقى اللي هيوديه حته تانية بحط بقى معلقه كبيره من القشطه البلدي، وعليها بقى الملح والفلفل الاسود حسب اختيارك، يعني حسب انت عايزه الملح او مملح قد ايه. بدعكه كويس جدا كده بايدي لحد ما كل الرزايه تتشرب من القشطه والسمنه. بكون عندي كوبايتين من اللبن الحليب، غليهم كويس جدا على النار، يعني بنزله سخن على الرز على طول، وبديله كده تقليب.